ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ آه، طمنوني عنكم كده. ايه احوالكم وايه صحتكم؟ يا رب تكونوا بخير. المهم خلينا ندخل في الموضوع على طول. في موضوعنا النهارده، في سؤال بقى بيلف اليومين دول وناس كتير بتتكلم عنه. هو احنا رايحين لفين بالظبط؟ يعني بجد، هل العلاقات المفتوحة هتبقى ترند، ولا دي ومجرد فقاعة كده وهتعدي وقتها؟ احنا دلوقتي في جيل كل حاجة بقت سريعة فيه، مشاعر سريعة، تعارف سريع، وحتى الزعل بقى سريع. جيل اللي سوايب يمين وشمال، جيل اللي بيخاف يرتبط وفي نفس الوقت بيخاف يفضل لوحده. فالعلاقات المفتوحة ظهرت كده زي فكرة بتقولك خليك معايا بس مش معايا. بس استنى هنا، هل ده طبيعي؟ هل ده صح فعلا؟ هل ده اصلا مناسب لطبيعتنا كبني ادمين، ولا احنا بنجرب حاجات مش شبهنا خالص لمجرد ان العالم كله بيعمل كده؟ والاهم من ده كله، انت لو دخلت علاقة مفتوحة هتبقى مبسوط، ولا هتضحك على نفسك وتقول ماشي بس جواك نار قايدة؟ في الفيديو ده يا شباب ان شاء الله هنتكلم بصراحة، وهندخل فيه النقاط اللي هنتكلم فيها 5 نقاط، ألا وهم: أول حاجة هنعرف مع بعض ليه فكرة العلاقات المفتوحة ظهرت أصلا، وتاني حاجة ليه ناس بتشوفها إنها حرية، وتالت حاجة ليه ناس بتشوفها إنها تدمير للثقة والمشاعر، ورابع حاجة إيه اللي ممكن يحصل لو الموضوع فعلا بقى ترند في 2026. خامس واخر حاجة هنعرف ايه العلاقة الصح اللي فعلا بتنجح مهما الزمن اتغير. يلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول. اول نقطة معانا، ليه فكرة العلاقات المفتوحة ظهرت اصلا؟ ركز معايا. فكرة العلاقات المفتوحة دي يا سيدي ما ظهرتش من فراغ كده والسلام، دي ظهرت بسبب 3 حاجات كبار حصلوا في جيلنا وحرفيا قلبوا شكل العلاقات تماما. أول حاجة، احنا بقينا في عصر السرعة، الناس بقت تتعرف على بعض في ثانيتين حرفيا، وتزهق من بعض في 3 ثواني. بقى عندك 1000 اختيار حرفيا، فبتقعد تفكر كده طب ما يمكن لسه في حد أحسن، طب ما أجرب. فالعلاقة المفتوحة جت تقولك ما تلدمش، خليك ماسك العصاية من النص كده. تاني حاجة، الخوف من الالتزام. أيوة، جيل كامل اتربى على قصص طلاق وخيانة وعلاقات بتبوظ، فالناس بقت خايفة تدخل علاقة جد، خايفة تربط مصيرها بحد. فقالك طيب ما نرتبط نص ارتباط كده. يعني ايه؟ يعني نحب بعض بس كل واحد حر، وده طبعا بيخلي الموضوع اريح، بس طبعا مش صح. تالت حاجة، السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا لما كل يوم بتشوف ناس شكلها حلو وناس مهتمة بنفسها وناس بتتعامل صح، دماغك بتتخدع كده وتفكر ان في اوبشنات، اختيارات كتير، وان الشخص اللي معاك مش اخر حد في الحياة، فبتحصل مقارنة، والمقارنة دي بتقتل اي علاقة. فبتبص تلاقي فكرة العلاقات المفتوحة بالنسبة للناس بقت حل وسط كده، أكون معاك بس ما كنش مربوط. غير كده في ناس بتشوف إنها حرية طبعا، وإن الحب مش لازم يبقى امتلاك ومش لازم يبقى حصري، وإن كل واحد يعيش بطريقته الخاصة. بس الحقيقة إن الفكرة ظهرت علشان الناس بقت تايهة كده، مش عشان الناس بقت فاهمة، علشان الناس خايفة مش عشان الناس مرتاحة. وده اللي بيخلينا نسأل، هل دي فعلا علاقة ولا محاولة للهروب من علاقة؟ تاني نقطة معانا، ليه بقى ناس بتشوفها إنها حرية؟ ركز معايا. ليه في ناس شايفة إن العلاقات المفتوحة حرية؟ ليه الموضوع بالنسبة لهم مش قلة تقدير، بالعكس شايفينه نضج ووعي؟ أول حاجة، هما شايفين إن الحرية بتساوي كده إنك تختار بنفسك، مش حد يفرض عليك شكل العلاقة، ولا المجتمع يقولك كده صح وكده غلط. فهو يقولك انا حر احب ازاي وارتبط ازاي وادي ايه من مشاعري، ومش حد يحدد لي حدود. تاني حاجة، بيشوفوا ان العلاقة المفتوحة بترفع الضغط عن الطرفين، يعني مفيش بقى حوارات كنت فين مع مين،
اللي حواليه ما ردتش وما ردتيش، مفيش ستريس قلق ومفيش سيطرة. الناس اللي شايفة الموضوع حرية بتقولك طالما الاتنين متفقين خلاص مع بعض يبقى مفيش خيانة ولا في كذب، كل حاجة بتبقى عن نور وواضحة كده. تالت حاجة بيعتبروا ان الحب مش ملكية، انك تحب حد مش معناه انك تقفله على نفسك كده، وان الانسان بطبيعته طبعا بيحب ويعجب الانسان بطبيعته ربنا خلقه بيحب، بيعجب ويتعجب. فهم بيشوفوا ان العلاقة المفتوحة دي بتحافظ على المساحة الشخصية وبتخلي كل واحد يحس انه لسه عايش حياته ومش محبوس جوه علاقة تقيلة. رابع حاجة، في ناس شايفاه نوع من انواع النضج العاطفي، انك تبقى قادر تتحكم في غيرتك، ما تتعلقش زيادة، وتبقى مدرك ان الطرف التاني مش ملكك وانه ليه حياته واحتياجاته. فهم شايفين ان اللي يقدر يعمل علاقة مفتوحة ده شخص قوي متصالح مع نفسه كده. خامس حاجة، بيشوفوا ان العلاقة المفتوحة تجربة. بمعنى ايه؟ احنا جيل بيحب يجرب بطبيعته، يقولك ليه لأ طالما مش مؤذية ومفيش حد بيضحك على التاني. بالنسبة لهم كده التجربة نفسها نوع من الحرية. لكن هل دي فعلا حرية زي ما هم بيقولوا مقتنعين بيها، ولا هروب من مسؤولية؟ هل بجد الموضوع ده نضج ولا مجرد محاولة تخلي العلاقة أسهل وخلاص حتى لو على حساب المشاعر؟ تالت نقطة معانا، ليه في ناس بتشوفها تدمير للثقة والمشاعر؟ مش كل الناس شايفة العلاقات المفتوحة إنها حرية، في ناس شايفاها إنها كابوس كامل للمشاعر والثقة. طيب ليه؟ تعال نحلل مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة الثقة. العلاقة المفتوحة في أساسها بتقول مسموح تخرج وتتعرف على غيري. لحد هنا كلام منطقي لو كل واحد فاهم اللعبة. بس في الحقيقة اللي بيحصل كتير جدا شعور بالغيرة، شك مستمر، وكأنك مش متأكد إذا الطرف التاني بيحبك بجد ولا لأ. والثقة اللي المفروض تكون إنها صلبة كده بتتبهدل حرفيا وتتحول لرمال بتغرقك لو حاولت تمسكها كده. تاني حاجة المشاعر بقى. لما تدخل علاقة مفتوحة قلبك بيتلعب فيه لعبة حرفيا، بتحب تحس بالأمان وفجأة كده الطرف التاني بيروح مع حد تاني. ده بيخلي قلبك متقلب كده، كل يوم في شعور جديد، وفي ناس بتفقد الإحساس بالأمان العاطفي خالص، وده بيأثر على أي علاقة تانية بعد كده. تالت حاجة تضارب القيم. في ناس اتربت على ان الحب التام بيساوي اخلاص زائد اهتمام زائد ولاء. صح، مظبوط. فالعلاقات المفتوحة بالنسبة لهم زي الشوك، الصدمة كده بتخلي دماغك يفضل يتساءل كده، هل الحب ممكن يكون بدون التزام؟ وده بيولد احباط داخلي وصراع مستمر كده مع النفس. رابع حاجة الاحساس بالوحدة وسط العلاقة. غريب صح؟ يمكن تكون مع شخص بس تحس بالوحدة. أيوة، لأن قلبك محتاج شعور بالاحتواء الكامل، مش مجرد مشاركة سطحية كده مع بعض أو اتفاق على الحرية. في ناس بتخرج من العلاقة دي عاطفيا منهكة كده، منهكة بمعنى الكلمة، وبتبقى مش قادرة تحب حد تاني بسهولة. خامس حاجة في الاخر كده، الناس اللي شايفة الموضوع ده انه تدمير شايفاه كأنه تجربة مؤذية للمشاعر، لان الحب مش لعبة صدقني، والثقة مش ورقة كده، مش ورقة تقطعها بسهولة. وكل ما تحاول تهرب من الالتزام كل ما قلبك بيتأذى اكتر واكتر، حتى لو دماغك فاكرة انك حر. في النهاية العلاقات المفتوحة مش لكل الناس طبعا، في ناس بتنمو معاها وفي ناس ببساطة بتدمرهم عاطفيا. رابع نقطة، ايه اللي ممكن يحصل بقى لو الموضوع فعلا بقى ترند في 2026؟ تخيل كده احنا في سنة 2026 خلاص، الشهر الجاي ان شاء الله، والعالم كله بيتكلم عن العلاقات المفتوحة كأنها الموضة الجديدة اللي ممكن تحصل فعلا. اول حاجة طبعا هيبقى في تغيير كبير في طريقة الناس في تفكيرها في الحب، صح؟ جيل كامل هيبص للحب كاختيار، كأنه اختيار مؤقت مش التزام طويل الأمد.
الناس هتتعلم انها تدخل علاقات تحب شوية وبعد كده تكمل حياتها من غير شعور بالذنب، صح؟ وده ممكن يكون حلو للحرية، لكن صدقني هيخلي العلاقات العميقة والصادقة أقل. تاني حاجة، الغيرة والثقة هتتأثر جامد جدا لما يبقى الموضوع يا سيدي ترند خلاص في 2026. ناس كتير هتحاول تجرب وفي ناس هتتهور كمان. أيوة صدقني هيحصل شكاوى مستمرة كده، ناس هتحس بالخذلان وناس تانية هتلاقي صعوبة تثق في أي حد بعد كده. يعني ترند الحرية ده ممكن يخلق خوف من الحب نفسه. تالت حاجة، هيظهر صراع ما بين الأجيال، ودي نقطة مهمة جدا جدا. بمعنى ان الجيل القديم هيقول ده بقى تدمير للمبادئ والمشاعر، والجيل الجديد هيقول دي حرية ونضج. فهيحصل نقاشات كده وحوارات طويلة على السوشيال ميديا، وناس هتتقسم وناس هتتقسم طبعا لمجموعتين، وكل مجموعة فاكرة انها صح. رابع حاجة، الشعور بالوحدة وسط الحرية. في البداية كل حاجة هتبقى ممتعة، تواصل مع ناس كتير، تجارب جديدة، لكن بعد فترة صدقني بعض الناس هتحس بفراغ داخلي كده لأنها بتدور على علاقة عميقة حقيقية ومش هتلاقيها وسط كل التجارب السطحية دي. خامس حاجة، التوازن، البالانس ما بين الحرية والمسؤولية. بمعنى لو العلاقات المفتوحة بقت ترند فعلا في 2026 أو عموما، لازم الناس تتعلم تحافظ على مشاعر الطرف التاني، لأن بدون احترام أو حدود الترند ده صدقني هيبقى مجرد فوضى عاطفية كده، مش تجربة صحية. يعني ببساطة لو الموضوع بقى ترند فعلا هيغير طريقة الحب بالكامل، هيخلي الحرية أهم من الالتزام كمان، وهيخلي الحب أحيانا كأنه تجربة مش شعور ثابت. واللي هينجح هيعرف يوازن ما بين الحرية والحب، واللي هيقع هيتوه وسط التجارب. خامس واخر حاجة معانا، ايه العلاقة الصح اللي فعلا بتنجح مهما الزمن اتغير؟ ركز معايا في النقطة دي لانها يعني من نقاط تعتبر اهم نقطة فيهم كلهم. هما كل النقاط مهمة بس دي عايزك تركز فيها كويس جدا جدا جدا. دلوقتي بعد كل اللي قلناه عن العلاقات المفتوحة، الحرية والخطر اللي ممكن يحصل، يجي السؤال المهم، ايه العلاقة الصح فعلا اللي فعلا بتنجح مهما الزمن اتغير؟ اول حاجة، العلاقة اللي فيها ثقة حقيقية، بمعنى مش مجرد كلام او اتفاق على حرية، لا دي ثقة متأصلة. يعني بمعنى ان كل طرف عارف ان التاني موجود معاه بصدق، وانه لو حصل لا قدر الله اي حاجة هيكون صريح معاه. تاني حاجة، الاحترام المتبادل، وانا عايزك تركز في النقطة دي كويس جدا، لان في ناس يعني بيتغافلوا عنها. حتة الاحترام المتبادل دي يا شباب مش بس تحترم رأيه، لا ده انت كمان بتحترم مشاعره ومساحته واهدافه واحلامه. فالعلاقة اللي مبنية على الاحترام ده كله مهما الزمن اتغير هتقدر تواجه صدقني اي ضغوط. تالت حاجة، التواصل المستمر والصريح، بمعنى ان كل حاجة وانا بقول لك ان كل حاجة تتحكي، سواء بقى الفرح، الغضب، الاحباط، من غير كذب او اخفاء او اللي بالك ده اللي انت عارفه. فاللي بيتواصل صح بيتفادى مشاكل كتير قبل ما تكبر. رابع حاجة، المساحة الشخصية، بمعنى صح ان العلاقة قوية بس كل واحد ليه حياته واهدافه واصدقائه، تمام. اللي يعرف يحافظ على المساحة دي بيعيش حبة بحرية ومن غير ضغط أو خنقة. خامس وآخر حاجة خلاص معانا، التوازن، البالانس ما بين الحب والالتزام. العلاقة الصح مش مجرد حرية وخلاص، ومش مجرد التزام أعمى. أيوة، فهي خليط كده ما بين الاتنين مع بعض، ميكس كده، خليط ميكس من الاتنين مع بعض. يعني ايه؟ يعني حب حقيقي زائد احترام زائد توازن زائد دعم مستمر. فاللي يعرف يعمل ده كله مهما الزمن اتغير صدقني انا بقولك العلاقة هتنجح 100% ان شاء الله. وفي النهاية العلاقة الصح
مش ترند ولا تجربة. العلاقة الصح هي اللي بتحترم قلبك وتخليك تحس بالأمان وبتكبر بيك مش بس معاك. وفي النهاية يا شباب، بعد ما مشينا الرحلة دي كلها من أول ظهور فكرة العلاقات المفتوحة لحد ليه ناس شايفاها حرية وليه ناس شايفاها إنها تدمير، وسنة 2026 ممكن تبقى شكلها عامل إزاي لو الموضوع ده بقى ترند فعلا، يوصل بقى السؤال اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه، ألا وهو: أنا عايز علاقة شكلها إيه؟ مش المجتمع، مش الصحاب، مش الترند. أنت أنت عايز تحب إزاي؟ عايز تتعامل مع مشاعرك إزاي؟ عايز حد يكون في حياتك بأي طريقة؟ لأن الحقيقة مفيش علاقة أحسن من التانية. في علاقة مناسبة ليك ودي اللي لازم تدور عليها. في ناس ما تعرفش تعيش من غير التزام، وفي ناس تانية بترتاح في الحرية. في ناس بتحب بعمق وبتتأذى بسرعة، وناس تانية برضو بتعرف تفصل مشاعرها. مفيش قالب واحد كده للكل، الناس مش زي بعضها طبعا، بس في حاجة واحدة ما بتتغيرش، ألا وهي إن قلبك ليه قيمة طبعا. مش من حق حد يجرب فيه ولا يدخل ويخرج كده على مزاجه، ومش من حقك انت كمان تظلم نفسك وتدخل علاقة مش شبهك سواء كانت مفتوحة او مغلقة. الموضوع مش تبع الترند خالص، الموضوع تبع مين اللي يناسبك فعلا ومين اللي يحترمك ومين اللي يعرف قيمتك. لان اي علاقة من غير احترام ومن غير صدق ومن غير كونسرفيشن تواصل، حتى لو كانت ممتعة في الاول، هتكسرك في النهاية. فكر فيها كده، هل العلاقة اللي انت فيها، او انت بتكلم بصيغة نفسك يعني، هل العلاقة اللي انا فيها دلوقتي او اللي نفسي فيها اللي نفسك فيها بتكبرك ولا بتستهلكك؟ بتطمنك ولا بتقلقك كده؟ بتحررك ولا بتضيعك؟ لازم تسأل نفسك كل الأسئلة دي. ولو في يوم لقيت نفسك تايه كده، ارجع للأساس الثابت، ان العلاقة الصح هي اللي بتدي سيف امان وبتدي مسافة كده وبتدي حب برضو من غير ما تاخد روحك في السكة. ولو وصلت اللحظة دي من الفيديو، احب اقولك اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة لسه ما اشتركتش لو اول مرة بتشوفنا، فضلا وليس امرا. نورنا بزرار الاشتراك في القناة، بزرار الاشتراك الجميل بتاعك في القناة، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول ما تنزل هنا على القناة. وفي النهاية أحب أقولك: سواء اخترت حرية أو التزام، اختار علاقة تشبهك مش علاقة تشبه الترند. وبس كده. اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.